المركز الأول. الحفل الكريم، من هذا الإنجاز فقد قررت اليوم أن أحدثكم عن حلم يراود أبناء عشيرة العبيدات، ألا وهو إنشاء تجمع خاص بشباب العشيرة. فرغم كبر عدد أبناء عشيرتي التي أعتز بها وتواجدهم في أكثر من منطقة من مناطق لواء بني كنانة بشكل خاص ومحافظة إربد والوطن بشكل عام، إلا أن ترابطهم يشهد تراجعاً ملموساً إن لم يكن غير موجود في بعض المناطق. من هنا ارتأت مجموعة من شباب عشيرة العبيدات والمتواجدة على مقاعد الدراسة في جامعة اليرموك إلى ضرورة لم شمل هذه العشيرة من خلال شبابها الذي أصبح لهم تأثير ملموس في عملية صنع القرار بشكل خاص في الجامعة.